ومعي السيد أحمد المقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن قشة للحديث عن مجمل نشاطات أو إحياء ليلة القدر البارحة من خلال تكريم أئمة المساجد وروادها، وكذا بعض الفعاليات المختلفة على الصعيد الرياضي والثقافي. تفضل سيدي، حاول أن تضعنا في هذا الإطار. بمناسبة ليلة القدر المباركة، أقامت بلدية بن قشة بالتنسيق مع أئمة المساجد والجمعيات الفاعلة تكريم أئمة المساجد الذين أطروا صلاة التراويح بمسجد أبو بكر الصديق، والبالغ عددهم 7 من أئمة ورواد المسجد وذوي الهمم. وكذلك بمسجد قرية الشارع تم تكريم أئمة المسجد الذين أطروا صلوات التراويح. وبمسجد عبد الرحمن بن عوف بقرية الولاد تم تكريم الأئمة أيضا من إمام المسجد والمدرسة القرآنية والمصلى عمر بن الخطاب، وكذلك حفظة القرآن الكريم ورواد المسجد، وكذا جمعية البركة التي أطرت عملية إفطار الصائم. وعلى الصعيد الرياضي، ورفقة السيد رئيس الدائرة، تم تكريم الرياضيين الفائزين في دورات كرة القدم بأصنافها المختلفة.